إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، جمعة مباركة عليكم يا رب. يا رب يومكم يبقى مليان بالفرحة والسعادة. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل به العقد وتنفرج به الغرائز وتزول به الغموم. طبعا عذرا لو غلطت في اي حاجة، احنا كلنا خطائين، وما تنسوش نصلي على النبي. وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. عايزين نصلي على النبي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم ابويا وكل امواتنا المسلمين يا رب. يلا كلنا نكتب تحت في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. وحشتوني جدا. النهاردة كان يوم الجمعة، عيد ميلاد ابني. حبيت اشارك معاكم اليوم بقى كله بتفاصيله، عملت ايه. عفوا. حبيت بقى كده اشارك معاكم اليوم من اوله. محمود ابني دوت على طول عيد ميلاده بيجي يا خميس يا جمعة. والله العظيم حتى السنة اللي فاتت كان يوم جمعة برضو، او كان يوم خميس. هو كان يوم جمعة يوم خميس. اصل عيد ميلاد محمود مرتبط كده بحاجة اللي هو كده يعني. يلا الحمد لله على كل حال. انا بعد ما ظبطت كده الشقة وشغلت القرآن وكمان شغلت البخور، عملت لهم كده فطار لذيذ عشان انا ما كنتش فاضية ان انا اعمل بقى حاجات كتير، لان لسه هنزل اجيب الزينة وهجيب التورت وهجيب حاجات كتير جدا. عملت لهم كده الجهاز اللي هو انا بنسى اسمه، اللي هو بتاع الوافل دوت. عملت فيه السندوتشات دي. حطيت تركي وشيدر وحطيته في الجهاز كده. طبعا بعد ما بنحطه في الجهاز بيطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه، بيبقى السندوتش شكله فعلا يعني يفتح النفس على الاكل. بس بقى بعد ما فطرتهم كده وقطعت لهم طبق بطيخ جنب السندوتشات والدنيا لذيذة كده، والحمد لله اليوم كله كان حلو قوي. دخلت بقى المطبخ احضر غدا. طبعا مش هنسى يعني عشان في عيد ميلاد وبتاع وناس جايه، ان انا هنسى ان انا اعمل غدا. لا، وقفت وعملت غدا زي الشطوره. طبعا المطبخ بتاعي ان شاء الله ان شاء الله هحاول ان انا اجدد فيه في اقرب وقت. وكنت عايزه اجدد كمان حاجات كتير في الشقه. انا في اول فيديو ووريتكم شويه حاجات كده في الشقه، اللي هو وانا رايحه كده افتح الشباك، بس انتوا ما شفتوش باقي الشقه. طبعا زي مش عارفه انا قلت لكم قبل كده ولا لا، ان الشقه ديت في بيت والدتي وانا خلاص نقلت فيها انا والولاد وقاعدين فيها وكده. ظبطت فيها شويه حاجات. هي الشقه ما كانتش كده خالص، بس انا ظبطت فيها شويه حاجات ولسه فاضل لي المطبخ هظبط فيه حاجات كتير. بس انا المشكله ان انا مش عارفه. طبعا انا هنا انا بعمل محشي، فزي ما انتم ما شايفين كده كان عندي صلصه متفرزه، وكمان قطعت شوحت كده بسمنه وزيت. بحط سمنه وبحط زيت وبشوح البصلايه، وبعد كده لما البصلايه تبدا تصفر بحط فيها حته تومه. انا عندي صلصه متفرزه فحطيتها تفك كده بقى في الطاسه واحنا بنشوحها بنشوح كده البصل، فبننزل بصل زي ما انتم ما شايفين. يعني مش لازم اقول لكم تفاصيل، انتوا ناس جدعه كده وشطورين وكتاكيت جمال وعارفين المحشي بيتعمل ازاي. لاحظوا ان انا بقالي كتير ما صورتش، بقالي كتير ما اتكلمتش، فايه مش عارفه عايزه اقول لكم ان المونتاج بتاع الفيديو ده بقاله كتير عشان تبقوا فاهمه. كل شويه ادخل اعمل فيه حاجه واطلع، ادخل اعمل فيه حاجه واطلع. بس النهارده بقى قررت قلت هنزل الفيديو، يعني هنزل الفيديو خلاص. بس حطيت بقى طبعا زي ما انتم ما شايفين البهارات بتاعتي. حطيت 2 ماجي، هبدا ان انا اكسرهم كده. هي كده كده الصلصه متسبكه. بس نرجع بقى لموضوعنا بمناسبه عيد ميلاد محمود. بصراحه انا كنت تعبانه، وعايزه اقول لكم انا خارجه من وعكه صحيه. مش بيقولوا عليها وعكه تقريبا؟ كنت خارجه يعني تقريبا كنت في كوما ولا مش عارفه. انا كنت فعلا كنت ما بين الحياه والموت. الحمد لله الحمد لله. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. ربنا دايما بيعمل لك الصالح، حتى لو انت شايف ان الحاجه دي انت شايفها وحشه بس هي مش وحشه. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه بس انت شايفها بالنسبه لك وحشه. اعرف بص دايما لنص الكوبايه المليان. ليه حصل معايا كده؟ مش اللي هو ليه يا رب اشمعنى، لا استغفر الله العظيم. اللهم لا اعتراض على امرك يا رب. طبعا انا هنا هنرجع تاني لموضوعنا، بس هقول لكم انا عملت ايه عشان
في حته كده كت في النص. انا بعد ما عملت الله بصي ايه، ولا مطعم ام حسن والله العظيم. وانا بحشي المحشي وبقور ومش عارفه إيه، قلت بقى احنا ناس شاطره، مش هقعد بقى اصور وانا بقور المحشي وبحشي. عملت لهم ملوخيه وعملت لهم محشي وعملت لهم بانيه. طبق البتنجان والفلفل ده تحفه. هي مرات اخويا هي اللي عاملاه، بس انا ما اعرفش اكل ملوخيه من غير البتنجان. وقلت لها بقى كتري الحاجات اللي فيه ديت عشان انا بحبها. بس عملت لهم بانيه. طبعا ما حطيتش البانيه في طبق لوحده لان انا كنت مستعجله. انا بالفعل عايزه اقول لكم ان احنا كلنا في اقل من نص ساعه، ولميت الاكل ولبست والله في اقل من نص ساعه تقريبا. نزلت بقى، سبت ماما عند الولاد ونزلت انا ومنى اخت مرات اخويا، وتبقى خطيبه ابن خالتي. الموضوع كبير قوي يا جماعه، بحكي لكم عليه بعدين. احنا بنحب كده نلخبط نفسينا. المهم خدتها زي الشطوره، رحنا بقى جبنا الزينه وجبنا التورته وجبنا كل حاجه. وايه، رحت جايه على البيت. هي بقى بدات ان هي، انا رحت على البيت عايزه اقول لكم ان انا بقى مسكت الولاد ظبطتهم وطلعت لهم لبس وظبطت المريم شعرها، ومحمود بيه كان عايز يلبس بدله، قلت له يوم جوازك يا حبيبي البسها، مش وقته. انا عايزه اقول لكم ان هو عنده بدله، انا جيت البسها له ولقيت البنطلون تحت الركبه. يعني قلت له بسم الله ما شاء الله طولتي يا بيضه. نفسي احس ان هو كده طول بعرض، بس ان شاء الله ان شاء الله هيبقى كده، لان ايه، الجيم والنادي ان شاء الله ان شاء الله الدنيا تظبط معايا، لان محمود فعلا كان محتاج لعب في الجيم ونادي وكده. المهم نرجع لموضوعنا قبل ما نقفل. المهم ان انت ما تزعلش من اي حاجه ربنا بيعملها. انا بجد 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 انا حرفيا بقالي سنه الدنيا بايظه معايا، كل حاجه متدمره في حياتي حتى صحتي. هنا بتعمل له حته بقى سيشن بقى، بس بصراحه صورته شويه صور تحفه تحفه تحفه. لو عرفت احط لكم في اخر الفيديو صوره محمود والصور اللي منا صورتها له تحفه. بس انا بقى بقول لكم اعذروني ان انا لسه بقالي كتير جدا ما بقتش امنتج، ما بقتش اسجل صوت، فممكن يكون في حاجه غلط في المونتاج، في حاجه غلط انا قلتها، ف عدولي. بس فانا بقول لكم ان انا بقالي سنه، وده مرتبط بعيد ميلاد محمود، انا كده تميت سنه. الدنيا بايظه معايا، هو الحمد لله، بس هي مش حكايه بايظه، هو ربنا كده كان بيوريني كل شخص على حقيقته، بيفوقني من الغمامه اللي انا كنت فيها. كان عندي غشاوه ولا غمامه، مش عارفه بتقولوها ازاي، على عيني، ما كنتش شايفه حقيقه حاجات كتيره قوي. حتى مرضي ربنا يعني انا مرضت، مش زعلانه من ربنا ان انا برغم كل ده تعبت، لا انا مش زعلانه. انا عايزه اقول لكم ان انا الفيديو دوت المفروض مش الجمعه دي، الجمعه اللي فاتت، بس انا كنت لسه تعبانه. عايزه اقول لكم انا بسجل تعبت اهو. ما كنتش مش بعرف، يعني انا دلوقتي احسن من الاول. انا كنتش بعرف اتكلم اصلا بسبب نفسي وضربات قلبي وكده، فانا دلوقتي شايفه نفسي احسن الحمد لله. بس ربنا برضو حب يوريني لما انا تعبت، مش ربنا بيعاقبني، انا ما غلطتش في حق حد، لا انا تعبت عشان ربنا يوريني الناس اللي انت منتظره منهم حاجه معينه في مرضك مش هيلاقوكي، فما فيش بعد المرض. ما فيش حاجه بعد المرض، ما لقاكش واقف جنبي في مرضي يبقى خلاص مع السلامه. خلاص، فربنا ايا كان اللي ربنا عمله معايا من تاريخ 2/6 السنة اللي فاتت لحد 2/6 السنة دي، انا مش زعلان من ربنا، بالعكس انا بصلي وبشكره ان هو بين لي كل شخص على حياته، مين فعلا اللي استند عليه ويبقى ظهري وسندي، مين فعلا اللي بالنسبة لي ازيك عامل ايه، مين فعلا اللي اديله ظهري وكأني مش شايفاه. فربنا حب يوريني كل الحاجات ديت، وحط كل واحد في مكانه الصح. حرام حرام، ده انا هتحاسب على نفسي. بس هنا كنا خلاص خلصنا اليوم بتاعنا، وخلصنا التورته وخلصنا العيد ميلاد. بصوا منظر الشقه بقى عامل ازاي. وربنا زي ما قلت لكم حب يوريني كل الحاجات دي عشان افوق شويه من اللي انا فيه.
لما افضل اوجع في قلبي وافضل اوجع في قلبي مع ناس ما تستاهلش، ادي من غير ما اخد. انا اديتك حب وحنيه وكل حاجه، المفروض اخد منك نفس الحاجه، انا اخد منك نفس الحب نفس الحنيه. امال انت دايما مستني مني ان انا يعني مستني مني الحلو، وانت ما بتدي. لازم يبقى ليك رصيد عندي عشان انت كمان زي ما انت عايز اعرف اديك وانت تديني. فده اللي انا فهمته متاخر، وبفضل ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لك الحمد ولك الشكر على نعمك وفضلك عليا يا رب. انا دلوقتي في حاجات كتير مزعلاني، بس الاكتر منها مفرحني. الحمد لله انا دلوقتي في وسط اهلي. يعني اهلي دول اكتر ناس بيحبوني، انا وعيالي. بيخافوا عليا، بيفرحوني، بيستحملوني في وقت ضيقتي، في وقت تعبي بلاقيهم. امي دي احسن واحدة في الدنيا. اسفة جدا، دموعي خانتني. افتكرت حاجات ما كنتش حابة ان انا افتكرها، افتكرت اشخاص بجد ببذل اقصى جهدي ان انا ما تعديش على خيالي اصلا. بجد بعتبر الاشخاص دي ماتت من حياتي، ما كنتش اتمنى كده، بس هم اللي حطوا نفسهم في المكان ده. فكرت ايام مرت عليا كنت بجد تعبانه جسديا نفسيا، تعبانه كل حاجه، وما لقيتش حد وقف جنبي غير اهلي. فعلا اهلك لا تهلك، اهلك في المقام الاول. محدش بقى في خير دلوقتي، مهما تعمل الكويس ما بيتشافلكش. الحمد لله على كل حال. حابة ان انا اشكر امي، فضلت اشكر فيها لحد اخر نفس في عمري، مش عارفة اوفيها. وقفتها جنبي، ووقفت اخويا الكبير جنبي، واخويا محمد مش اصغر مني بكتير، بس عشان هو بيتضايق. الفرق ما بيننا بسيط 10 شهور تقريبا. ربنا يخليهم لي، ربنا يخلي لي ولادي، يبعد عني اي شر، يبعد اي انسان جواه شر عني. انا مش عايزة اي حد نيته مش صافية يدخل حياتي. الحمد لله على كل حال، والشكر في الاول وفي الاخر لربنا، لان نور بصيرتي، خليني شفت حاجات ما كنتش اتوقع ان هي تحصل في يوم من الايام. خلاني شفت حاجات ان ما كنتش اتوقع ان البني ادم ده كده. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وابدا ان ربنا نضف لي حياتي من في كده بيقولك لما حاول ترتقي بلاش تبقى في القاع، عشان القاع مزدحم. مش عارفة اكملها، بس القاع مزدحم بأوحش شخصيات ممكن تشوفيها على الأرض. فأنا كنت في القاع، والحمد لله ربنا خد بإيدي وبعدني عن أي حد نيته مش صافية من ناحيتي. الحمد لله، لك الحمد ولك الشكر يا رب. فأنا عايزاكوا دايما تقولوا الحمد لله في السراء والضراء، ولك الحمد ولك الشكر على نعمك وفضلك عليا يا رب. يلا باقي الصور بقى على الانستجرام. السلام عليكم.